السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جات لنا حالة زي ما انتوا شايفين. الحصان طلع على السلم ده عبارة عن 3 درجات ورافض النزول بأي طريقة. طبعا شايفين الإهمال عامل ازاي من صحاب الحصان منظره عامل ازاي. شايفين تحت الحصان يا جماعة. ربنا يعافينا ان شاء الله ونقدر ننزله. بصوا الحصان يا جماعة، نيجي ننزله كده بالعافية اهو، بالعافية مش راضي. فهي مش هتيجي بالعافية، بس انا عايز اوريكم عشان محدش يقول لي احنا اللي مقعدين الحصان او كده. بصوا يا جماعة، بصوا. خش كده يا احمد، خش كده يا احمد، خش حاول تنزل الحصان كده. خش يا فهد، خش حاول تنزل الحصان. خش يا احمد، حاول تشده كده بس عشان نوري الناس. اصبر 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 يا ابني انت، اصبر. نزل كده الحصان يا احمد، عافى على الحصان كده عشان الناس تشوف بس الحصان بيعمل ازاي. هي كلها 3 درجات. تمام. دلوقتي الحل ايه بقى يا كابتن؟ ممكن تورينا الحل اللي هنعمله عشان الناس تستفيد وتعرف احنا هنعمل ايه في موقف زي ده. طبعا الحل بسيط. اقول انا يا كابتن ولا تقول انت؟ قول. اتفضل اتفضل انت ممكن تتكلم انت على هناك. هو الموضوع هيبقى بسيط. كل الفكره اللي احنا هنغمي عينيه وهنطمنه واحده واحده ننزله. طبعا لو الموضوع بيبقى اصعب من كده، اللي بنحتاجه اللي احنا بندي للحصان مهدئ. لكن الحصان ده باذن الله مسافه ما نغمي عينيه وهنشتغل معاه واحده واحده هينزل ان شاء الله معانا. دلوقتي اهو العين اتربطت وبنفرش زي السجاده كده عشان برضو تمنع ايه الزحلقه لا قدر الله. سد. الحمد لله زي ما انتم شايفين الحصان نزل سليم. الحصان مش مصدق اصلا ان هو نزل والله. نزل ازاي ده؟ الحصان مش مصدق والله ان هو نزل. الحمد لله. بس احنا عايزين نوصي صاحب الحصان ان هو يهتم بيه شويه عشان المنظر اللي هو فيه. كده تتعملوا بالطريقه دي. حاولوا ما تسيبوش الفيلا كلها كده بالطريقه دي، يعني حتى لو ممكن تعملوا حته تقفلوا كده في الحته اللي رمله اللي ورا دي. ماشي، عرف الاستاذ احمد يقول له الكلام ده. بس خير ان شاء الله. بس اهتموا بس وظبطوه كده عشان الحصان ده حصان حاجه نظيفه، يعني مش حاجه وحشه. والله حصان كويس ما شاء الله. هو ما شاء الله فيه راس حلوه يعني، ولسه صغير باين عليه. سن صغير اهو. بيعض كمان؟ لا فين بيعض ده يا راجل؟ ده محترم حتى. ولا بيعض ولا حاجه، هو بس اهمال شويه فمش مدي لحد الامان. صغير. حرقت عليه. عمره صغير لسه. 3 سنين اخر ما شاء الله. بس الاهمال طبعا خلى الكفل سقط وخلى العظم ده ظهر. يلا ربنا يحفظك ان شاء الله وصاحبك يهتم بيك وترجع زي الاول واحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.